افتح لي الحرامية البرموز الشعب العربي الخاين. اللي هتشوفوه في الفيديو ده عن مساعدات السعودية حاجة من اتنين: شخص لا يمثل إلا نفسه وما بيعبرش إلا عن وجهة نظره. الحاجة التانية، اوعى تنسى اللي عايز يخليك تتنازل عن قضية معينة يبدأ ينشر بعض الأفكار على السوشيال ميديا. وعشان كده هحكي لك قصة حصلت بالفعل في أمريكا، واللي ينطبق عليها المثل البلدي اللي بيقول قيس قبل ما تغيس. يعني بالبلدي كده لازم تبص كويس قبل ما تحط رجليك. راجل من كولورادو راحت مراته تزور اهلها على اساس انها ترجع بعد 3 ايام. الراجل ده استغل الفرصة واتصل على واحدة من بائعات الهوا عشان تجيله البيت، وبعد حوالي نص ساعة من اتصاله لقى مراته بتفتح الباب ولغت زيارتها لأسرتها. وبعد شوية جرس الباب رن، فعرف انها الست اللي اتصل عليها، وعرف انه وقع في حيص بيص. وعشان يحاول يهرب من الموقف راح اتصل بالشرطة وقال لهم في حرامي بيحاول يسرق البيت. وبالفعل جت الشرطة وقبضوا على الست اللي فضلت تشتم وتزعق. خرجت مرات الراجل تشوف ايه اللي بيحصل وفهمت الحقيقة، رجعت لجوزها الخاين وفين يوجعك. الشرطة اتدخلت وفضت الاشتباك بين الراجل ومراته وعملت محضر بكل اللي سمعوه واللي شافوه. الزوجة كبرت الموضوع ورفعت شكوى للمحكمة ضد جوزها الخاين، وبالفعل حكمت ليها بالطلاق وبنص أمواله. وأكيد كده فهمتوا المثل ينطبق على مين: قيس قبل ما تغيس. طبعا فاهمين مين صاحب القدم اللي حط الناس في الوحل. هذه المساعدات اللي رمتها الطيارة صورت فيها قبل شوية بنشوف قلبها عشان تشوفوا بس هي قلبها. هي قلبها. هي قلبها يا جماعة الخير. ايش المذيع؟ حاجات أدفع من التاريخ المساعدات. طبعا كل كذب عليك على الهون مش من طمرتين. طبعا هنا افتح لي الحرامية البرموز الشعب العربي الخاين. ارمي ايش برموز. انا بدناش ولا مساعدات. حصارك خلص انا مرتاح. فاصوليا طبعا نرميها في الشارع. هذه على بدي نرميها. نزلناش رز طبعا رز ما بيلزمش طبعا انه نرميه لانه كله مواد كيماويه سامه وبضر. طمرتين لازم تعود على الجفاف. لازم تنور. هات شوف كمان بدعم باكيت فستق. هذا ما كنتش انا اكله لانه ما كانش يكفيني لحالي. انا وصلت كنت اجيب منه 10. يلا مش مشكله. حبه بسكوت. هذه مساعدة لنا اياها اخواننا السعوديين. يا بابا اخواننا السعوديين العربية السعودية ترمين الشغلات هذه. هاي شوربات رز طبعا مع لحمة. طبعا بتلاقي دقيش كمان ولا حاجة. شوف كمان هذا ايش هذا؟ شو هذا؟ شغلة مش عارفة زي شكل قماش. طبعا حمص. هاي بسكوت نعطيها للأطفال ينبسط عليها. يلا تمام. ايش كمان هذا فلفل. خلطة تتبيلة عشان نقصنا خلطة تتبيلة. هات يا معلم. هاي شوكولاتة. تمام. هاي شوية مخللات. هاي اللي بعتولنا وجبة بتكفي بالضبط مدة 5 ثواني. 5 ثواني ناكلها. بعدين نموت من الجوع. نشحد. يعطيكم العافية. المعلومة وصلت لكم.